عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم ان مش كل العملاء محتاج ان انت توافق عليهم، انك تعمل فلتر للعملاء قبل ما توافق عليهم. في 4 عملاء محتاج ان انت دايما تقول لهم لا انا مش هقدر اشتغل معاك. اول عميل اللي هو اصلا داخل بان هو اعلى من السيرفيس اللي انت بتقدمها، هو داخل علشان يسيطر ويدير، ومجرد ان هو قاعد بيستنزفك فهو داخل بشكل متسلط دايما وبيتعامل بشكل ان هو اكبر من البيزنس اللي انت بتقدمه. تاني عميل اللي هو دايما بيحاول يستنزفك، وده بيبان من الاول، هو اصلا في اول تواصل واول تعامل هو بيشوف هياخد منك ايه، ودي اهم نقطة بالنسبة له. فهو شايف العلاقة بينك وبينه دايما ان هو هات بس هات بس هات بس، فبالتالي العميل ده محتاج ان انت ترفضه وما توافقش عليه حتى لو كان هيدفع ارقام وارقام. تالت عميل اللي هو ما بتعرفش تكسب منه، ما بتعرفش تربح منه، ممكن يكون كويس جدا وتعامله كويس وانت اصلا بتتكسف وبتخجل من ان انت ترفض طلبه، وبالتالي انت قاعد غاصب نفسك ان انت تتعامل معاه مع انك ما بتكسبش منه. العميل ده محتاج ان انت تقلله بشكل دوري وبشكل مباشر. رابع عميل وده اصعب عميل ان انت تعرفه، العميل اللي دايما بيشدك ناحية خدمات او منتجات انت مش بتقدمها او مش بتاعتك، او شايف ان المفروض تقدمها له، او شايف ان هي المفروض تبقى في الباكج اللي انا فهمتها منك. العميل ده دايما عميل مشتت، هو مش عارف هو عايز ايه، وبالتالي هو عايز كل حاجة واي حاجة تخطر على باله. فالعميل المشتت ده دايما محتاج ان انت تقول له لا انا السيرفيسز بتاعتي كذا، انا الجزء بتاع شغلي كذا، انا اللي هقدر اقدمه لك 1 و2 و3، غير كده مش هقدر اقدمه. ال4 عملاء دول لو انت ما بتكتشفهمش من بدري وما بتعرفهمش من بدري، البيزنس عندك عمره ما هيطول. انت دايما محتاج ان انت تنقي وتحسن من العملاء اللي انت بتقدم لهم خدماتك ومنتجاتك.